بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ تعالوا بقى معايا كده نسمي ونصلي على النبي ونذكر الله في كومنت حلو، ومننساش نفعل زر الجرس. وزي ما قلت لكم قبل كده، دي قناة انا وسلفتي في المطبخ، ومعاكم ام روضة. واللي ما يعرفنيش وما شافش قناتي قبل كده وشافها اول مرة، يدخل ويشترك ويشرفني اشتراكه. عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل اكلة كده سخنة تسد الجوع اخر الليل. ده احنا في الشتاء والسقعة دي بتجوع، يعني ما اقولكوش. انا مش عارفة ليه الشتاء مرتبط بالاكل او الاكل مرتبط بالشتاء، مع ان الصيف بيبقى حلو بس الناس ما بتاكلش فيه زي الشتاء. فهنا بقى نعمل ايه؟ مكرونة مبكبكة. انا عارفة ان الكل بعرف يعملها، بس طريقتي ولا اسهل من كده بعد يعني مش هتلاقي. لان عملتها هي مبكبكة بالكبدة او مكرونة بالكبدة في حلة واحدة، مش هنعك حاجات كتير يعني. هنا زي ما شفتوا جبنا البصل وشوحناه، يعني يدوبكش خد لون. وبعد كده نزلنا عليه بالكبدة وبرضه سيبناها تتشوح مع بعضها. وعندك بقى عايزة اي حاجة حطيها عليه، البهارات يعني قصدي كلام. إيه زي ما تقولي قولي، مش عايزة تحطي في الأول بهارات تمام برضو، لأنك هترجعي تحطيها بعد كده. فبعد برضو ما اتشوحت وخدت يعني حاجة سوا كده على الماشي، لسه برضو السوا المطلوب ما وصلناش له، لأن لسه هنزود صلصة وهنزود مية أو شوربة، يعني اللي عندك ممكن تضيفيه. عملنا عصير طماطم فريش ونزلناه على الكبدة بعد ما اتشوحت، ونزلنا عليها بالطماطم دي. يعني هتبقى صلصة، نسيبها تتسبك معاها كده، ومن ناحية بتستبك فيها ومن ناحية بتخش في السوا. يعني بتدخل في السوا، بتدخل يعني بتاخد حبة في السوا، وبعد كده بتكمل بقية سواها. نسيبها العند ما تستبك خالص وتنشف. وبعد كده ايه زي ما انتوا شايفين كده، ان انا بعمل القاع بتاع الحله بالمعلقه كده. كل السوائل اللي في الطماطم او في الصلصه نشفت، وخلاص كده برضو خدت حبه في السوا والناحيه تانية الصلصه اتسبكت او الطماطم نشفت. فكده نزودها ميه، ونسيبها برضو تغلي بيها تاني. والبنات اللي لسه ما تعرفش يعني اتسبكت، اما تكون بتقلي تقلية وتعمل بصلة وتحمرها وتنزل عليها بطماطم فريش عصير يعني، وتسيبها خالص لعند ما تنشف. ما تعرفش يعني اتسبكت انهي مرحلة يعني. تعمل بالمعلقة كده في قاع الحلة او الطاسة او اي حاجة اللي بتعمل فيها، وتعمل خط كده. ان لقيته لسه بيضم لبعضه يبقى كده لسه ما تسبكتش، لقيته عمل يبقى كده تسبك، يعني ما عادش في حاجة. وخلاص كانت المية غلت ونزلنا عليها بالمكرونة، وبرضو كده كملت سواها مع سوا المكرونة. والعند ما استوت ضفنا بقى زي ما قلت لك كده، ضفت عليها البهارات زي ما انت عايزه. قولي عندك ملح وفلفل وكمون، بابريكا يعني. البهارات دي بتاعتك انت، العبي فيها زي ما انت عايزه بالظبط. يعني مش هقول لك حاجه يعني ارتبطي بحاجه معينه او حاجه معينه لازم تحطيها، لا، زي ما انت عايزه تعملي اعملي. وكانت بقى هو انا عارفه ان ده شكلها بعد ما استوت، وبقت كان شكلها شاي وافتح النفس. وزي ما قلت لكم في اول فيديو، حاجه كده تسد الجوع بتاع اخر الليل ده، بالذات لما يكون في اولاد. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو كده، تذكروا الله وتصلوا على النبي فيه. وما تنسونيش من دعائكم، ولا ننسى كمان كلنا مصابي الزلزال بتاع تركيا وسوريا. واللهم ارحم شهدائنا وشهداء المسلمين، شهداء تركيا وشهداء سوريا. واللهم كن عونا لهم يوم لا عون إلا عونك. فيا ريت كله ما ينساش يدعي لهم بالرحمة ويدعي لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. تمام.
ده كان بقى الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا. كان ما شاء الله شكله يفرح وطعمه ولا ألذ من كده. يعني بنتي قالت لي ايه هاتها لنا تاني، بس بصراحة يعني ايه مش يعني هي سبحان الله ما بتيجي تصدف بتبقى حلوة كده، اجي اكررها تاني ما تبقاش حلوة معايا. فقدمتها وحطيتها مع الزيتون مخلل اللي كنت خللته معاكم. هو ده بس. انا ما فتحتش حاجة. وشوفوا بقى شكلهم يفرح وحلو.